لو انت من اسكندريه تعالى اعرفك على مكان عزمت فيه الاكس بما انها كملت 13 سنه. قررت اعزمها على اجمد مكان بيعمل اكله فسفور في مصر. قلت لها بلاش، لا هو ده اجمد مكان في اسكندريه على ما خيبش فيه ظني، وبيعمل اجمد ملوخيه بالجمبري، شوربه فسفور كريمي، وفتة سيفود، حاجه كده تنزل في القلب مش في المعده، هيجيلك صدمه. فلو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو ده للاخر وصلي على طلبنا اجمد 3 حاجات عندهم، من اول شوربه الكريم السيفود لحد طشه الملوخيه اللي غرقانه في الجمبري. منظر الجمبري وبينزل معاها قرن فلفل مولع وعيش محمص وعيش عاد، كل ده هتصطدموا بكام في الاخر. شوربه الكريمي متكونه من اول صوابع الكابوريا والجمبري والسمك، مفيش حاجه مش بينزل عليها السبع بهارات والكزبره الخضراء. فته السيفود اللي من اول الكابوريا لحد الكزبره الخضراء والجمبري والسمك، غرقانه في الرز الصياديه. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وهجمنا على اول حاجه وهي ملوخيه الجمبري. ينزل لك بالجمبري ويشوحها من التوم، بعد كده ينزل لك بطشه الملوخيه، 7 بهارات والكزبره الخضراء، وكده هتاكل اجمد ملوخيه بالجمبري ممكن تاكلها في حياتك. ينزل لك معاه بقى بالعيش المحمص والعيش العادي وقرن الفلفل المولع. انتوا متخيلين منظر الجمبري وهو غرقان في الملوخيه؟ من اول معلقه كده قول وداعا للضيف، لقيتها هجمت عليها على طول مع قرن الفلفل المولع. صراحه كده كان لازم اهجم عليها معايا. منظر الجمبري وهو غرقان في الملوخيه ده كان لازم يتاكل بالعيش والمعلقه وكل حاجه. كمان ممكن تطلب معاها رز صياديه او من غير عيش. عايز اقول لكم الناس اللي بتعشق الشطه عشان تفتح نفسك مع الملوخيه ينزل لك معاها قرنين فلفل مولعين. بصوا كده منظر الجمبري غرقان ازاي جوه الملوخيه. تخيل عازم صحابك او رايح انت واصحابك وهجمتوا طلبتوا العرض ده، انا قلت لها ثواني ودخلنا على التقيل. هي شوربه الكريمي السي فود اللي غرقانه في شوربه الكريمه، بتتكون من شوربه كريمه وكابوريا وجمبري وصوابع كابوريا وسمك، غير انه بيشوحها لك بالسبع بهارات ويمكس كل ده وبس كده. انت متخيل انك عايز تشرب شوربه سي فود بس في نفس الوقت تقيله وفيها كل جميع انواع السي فود، تطلب الكوبايه. لقيتها هجمت عليها على طول، قلت لها سيبي لي كوبايه، قالت لي لا واخدت الاثنين. والسمك الفيليه والكابوريا والجمبري غرقان فيها من جوه. أب ايه يا جماعه قله الادب دي؟ ايوه زي ما انتم شايفين كده. صراحه خطفت منها الكوبايه لان منظر الجمبري مع السمك الفيليه مع صوابع الكابوريا من جوه كان منظرها يجوع قوي الصراحه. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وهجمنا على ثالث حاجه واجمد 3 حاجه عندهم. امال لي وادخل لي على اجمد فتة السيفود ممكن تاكلها في العالم مش في مصر، انها متغرقه في صوص الفسفور والجمبري والكابوريا، ومفيش حاجه في الفسفور مش هتلاقيها في الفته دي. بيشوح لك التوم وينزل لك بالسمك الفيليه، بعد كده الجمبري، بعد كده الكابوريا، بعد كده الكزبره الخضراء والسبع بهارات. بس هي كده لسه ما خلصتش، ينزل لك بطاسه ثانيه فيها توم ويحمص لك العيش وينزل لك بالكزبره الخضراء تاني، السبع بهارات والرز الصياديه. بس كده انت هتاكل اجمد فتة سي فود في العالم. ينزل لك بقى يغرقها لك كده بصوص الفسفور من اول الرز الصياديه والكزبره الخضراء لحد الجمبري والكابوريا والسمك. عايز اقول لكم احسن حاجه في المكان ده اللي هو مش بيستخدم اي حاجه مجمده حتى الطماطم. لقيتها هجمت عليها بما انها كملت 13 سنه، فازاي يا جماعه حد يقنعني؟ ابتدت بالكابوريا بعديها الجمبري وخطفت منها الطبق. الصراحه ان الريحه بتاعت الطبق ده هتجيبك من على اخر الشارع. العيش المحمص كلموني عنه. تلاقوا العيش المحمص بيقرمش بطريقه كده اكتر من القرمشه ذات نفسها. الجمبري متغرق جوه مع الكابوريا مع السمك الفيليه. هجمت على الكابوريا الصراحه ومش عارف انا فتحتها واكلتها ازاي. نلغي كتير وتعالى اقول لكم على المكان ده فين بالظبط. وهو شكسبير الجمبري اللي في شارع الاكاديميه، متفرع من جمال عبد الناصر ميامي، بيوصل لاي مكان في اسكندريه حرفيا. سايب لكم كمان الرقم بتاعه في العنوان وفي اخر الفيديو. وعنده جميع سندوتشات الفسفور من اول الكابوريا والجمبري وسمك الفيليه وجميع انواع الاسماك لحد الرز الصياديه والسلطات وشوربه الجمبري. كده كده انتوا مش هتوه لان العنوان في نص شارع الاكاديميه بالظبط. بس صاحبك خليه يعزمك بسرعه على المكان ده.